انتصار المنتخب المغربي والمرور للدور الثاني، مرور معناتها فرحنا به برشا كتوانسة، حظ موفق للمنتخب المغربي في بقية المشوار. نشكر محمد الهادي بخوش. بلها مرحبا. مساء الخير بشرى، مرحبا بكم الناس الكل مباشرة هنا من العاصمة القطرية الدوحة. ظهر لي أول مرة باش نسألوك مش على المنتخب الوطني التونسي، باش نبداو بالمنتخب المغربي اللي نجح في المرور للدور الثاني. ظهر لي كنت موجود في المباراة. أكيد. السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم موروكو فوريفر. نتمنىكم وكعادتنا صادقين بألف خير وسلام. ففيديو جديد الأصدقاء، كيف ما شاهدتم معنا في المقدمة، فيديو رائع جدا. كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. فنوصيكم الأصدقاء أنكم تخلوا لنا الإعجاب بالفيديو، خلوا لنا شي كومنتر زوين، شجعونا باش نستمروا في النشر ديال المزيد من الفيديوهات. فباش ما نطولش عليكم الأصدقاء، نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله في النهاية. كنت موجود في مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الكندي في ملعب الثمامة هنا في العاصمة القطرية الدوحة. المنتخب المغربي نجح حتى علامة أكثر من كاملة، يعني في المرتبة الأولى المنتخب المغربي ترشح في المجموعة فيها شكون؟ فيها المنتخب البلجيكي ثالث العالم، والمنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم، وكذلك المنتخب الكندي اللي يعني ريناه اليوم منتخب عنيد، يعني مش منتخب بالسهل، حتى أصعب من المنتخب الأسترالي كنا واجهناه. اليوم المنتخب المغربي عمل عليه، سجل زوز اهداف نتاعو على بكري، ثم قبل شويه لعب اكيد المنتخب الكندي حب يسجل هدف، لكن المغرب الجماهير نتاعو اللي كانت حاضره ومنذ سنه 84 يحقق اول مره يعني ثاني مره في تاريخه المرور للدورة الثمانية بالضبط 86. فرحة كبيرة كانت للجماهير المغربية، كانت للملاعبية. نحكيو على ديستال في المنتخب المغربي كما ياسين بونو حارس المرمى، كما حكيم زياش، كما حكيمي، برشا ملاعبية يعني دي ستار، ويلعبوا في منتخب في فرق كبيرة. نجحوا للمرور للدورة الثمانية في المرتبة الأولى. ننتظر شكون باش يواجهوا المنتخب الاسباني. سعيد ياسر باش يكون في المرتبة الأولى، دونك باش تكون يا المنتخب الألماني يا المنتخب الياباني، في انتظار شكون باش يكون المنتخب اللي باش يواجهوا المنتخب المغربي في الدورة الثمانية. فقط هذه بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وقتاش باش يكون موعد العودة لأرض الوطن؟ بعد درج من توا طائرة المنتخب الوطني التونسي تقلع إلى مطار تونس كرتاج. برشا ملاعبية مش باش يكونوا على الطائرة هذه، فم برشا ملاعبية مشاو لأوروبا على حسب علمي، على حسب ما سمعت يعني، وخذيت طرف معلومات إنه فرجاني ساسي ويوسف المساكني باش يكونوا موجودين هنا في قطر، باش يقعدوا في قطر مع فرقهم بقية الملاعبية كما وهب الخزري وديلان برون وإلياس الأسخيري باش تحولوا مباشرة إلى فرنسا، وبعض الملاعبين اللي باش يرتاحوا. خزري ديجا تحول كما بالضبط. دونك يعني باش يبقاو بعض الملاعبيه باش يوصلوا ان شاء الله اليوم ماضي ساعتين نتاع الصباح نتاع الفجر. داكوغ، مشكور جدا محمد الهادي بخوش، كنت معنا في التغطيه. مهدي، ظهر لي اللي حكينا فيه قبيله، لو ميلونج نتاع سياسه الدوله اللي تخدم على الكره مع بطوله مستوى محترم، مع اللاعبين مزدوجي الجنسيه اللي لقاوهم في ايكيبات كبار، تزيد تحط معاهم مدرب الحقيقه رغم صغر السن نتاعو، معناتها ما نعرفش مع الفتح الرباطي بطوله وكوب، مع تحيل بطوله، مع الوداد تشامبيونز ليغ وبطوله. دوك لو ميلونج اما سي كومبونسي بار اون غران كارير دو جور. شوف كيفاش معنا صحيح في بعض الاحيان تقول لي فما مدربين اكثر اكزومبل في العالم اللي هو زيدان، لكن لا كارير دو جور نتاعو، المسار نتاعو كلاعب هو اللي خلى انه عنده تجربه تاع الفيستير، عنده تجربه تاع تحضير مباراه دور نهائي رابطه ابطال اوروبيه وغيره. عندك مدرب انا تو سيعطيني عوين على فايد معناها خاطر الكومبورتمون نتاعو اوغوزمون تنحى، وكان ما كانش نتصور المنتخب المغربي يعمل نفس لا ميم سيرينيتي الحقيقه.
خاطر فايد مقسم اكثر من اللي هو مجمع ملي في البي جي وغيره من المنتخبات. اليوم منتخب المغربي سي اون سيليكسيون كي تري اكيليبري، معناها منتخب متوازن جدا كما حكيتوا من عام 86 وقت خساره ضد المانيا، يظهر لي المانيا في الويتيم دو فينال. المنتخب المغربي يترشح، لكن خلينا نذكروا مع بعض عام 98 شو عملت المغرب؟ ما لعبتش مع البرازيل ماتش دوفيرتور نتاعها، ويوسف حاجي لعب مباراه كبيره برشا. تذكر بصير، تذكر معناها في وقت من الاوقات مارون شماخ غيره. معناها قبيله نحكيو على النقص والشح في ليزاتاكون في تونس. المغرب طول حياتها تلعب كوره معناها انا حاجي الحقيقه كي نذكر سيتي ان برازيليان معناها على الميدان. ارجعوا المباراه برازيل مغرب 98 على سبيل المثال، معناها في كل الاوقات. 94 زاد يظهر لي فرد جروب هي وبلجيكا. المغرب كان ما خانتنيش الذاكره، معناها المغرب كان ديما تلعب حتى كانت تخسر تروح اما وما يقول لك المردود هكا مشرف، مش مردود هكاك تنجم تربح راهو تعطي روحك فرصه. معناها هكاك عندك امكانيه انك تعدى ولا ما تعداش، لكن كي ما تلعبش ان انتي جو كيما تاع تونس راهو فرصه صعيبه ياسر انك باش تتعدى. راهو ذكرني وقتاش تونس راه ديغولي وربحت 4 و5 ومرتاحه اكسترا. دونك هوني باش نرجع من غير مقارنه. نعم مع موريتانيا كهو صارت الحكايه دي اخطا موريتانيا جو لكن المغرب الحقيقه سيت اون تري بيل ايكيب. عندها نقائص با كونتر، عندها بعض النقائص. فما زاد في بعض الاحيان une certaine naïveté هكايا اللي تقبل ديزاكسيون في بعض الاحيان ما كانوش عندهم وقع ولا نتيجه اوغوزمون للمغرب. اما يظهرني من نجمو كان نحترموا جوستومون انه نحترموا انه المغرب اليوم موجوده في الدور الثمن النهائي الاولى تاع الجروب نتاعها. لكن زاد راهو العمل هذا هو عمل مغربي بالاساس، لكن زاد راهو كما قلنا المساهمه الغير مباشره تاع بلدان اللي هي كونت، اللي هي هولندا، اللي هي بلجيكا، اللي هي فرنسا مهم. زاد كلود لغوا نسمع فيه اللي هو مدرب مخضرم اللي رانا 50 سنه الاخرانيين في افريقيا، جبدوا له على لا جينيراسيون تاع اليو سي سي تاع مدرب المنتخب المغربي راجراي وغيره. قال لهم راهو المدربين هذوما انا افريقي اكثر معناه، لانه ناس qui ont pu bénéficier d'un savoir-faire. توا لو ميريت نتاعهم انهم عرفوا كيفاش يترانسبوز ويوصلوا savoir-faire هذاك البلدانهم. ان شاء الله نحن اليوم جوستومون نخلطوا ننتفعوا جوستومون من الاضافه يمكن تاع لاعبين ولا تاع مدربين ولا تاع مكونين في هذا الاطار. فقط مهدي في 10 ثواني المغرب تواجه في الان ويتيم، الثاني مجموعه اسبانيا المانيا كوستاريكا جابون. التسريب باش يكونوا بين المانيا والجابون. شنو تتوقع حظوظها مازالت تنجم تتعدى؟ باش تلعب ماتشوها من بعد. راهو الحقيقه التكهن جو سوي با فريون، انا ما نحبش برشا التكهنات عليه، خاطر نهارتها مباراتها باش تحكم فيها المغرب. هذا لافونتاج تاعو. وفما الاليميناسيون ديريكت، دونك تلعب تحيا ولا تموت في مباراه كيما هكا. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي، وخاصه راهو فما ملاعبيه. ذكروا جورج ويا، ذكروا ايرلينغ هالاند، راهو ما عنديش فرصه تلعب كوديون كي تلعب كوديون. الفرصه هي ياخذوها شيخ كوره والله. هذه نتمنيه ان شاء الله حظ موفق للمنتخب المغربي، المنتخب السنغالي زاد بحكم افريقيا وكل. مهدي سيتي كيف ما شاهدتوا معنا الاصدقاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخلوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس، اشتركوا معنا وتابونوا معنا في القناه من اجل انه يوصلكم كل المستجدات اللي كتعلق بالقناه ديالنا موروكو فوريفر. فتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو اخر بعنوان اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.